مرحبا بكم في قناتكم دابا سبورتس. مرحبا ألفارو بعد تحقيق الفوز وبالحديث عن المباراة وعن الفريق، وخاصة عن كلمة الفريق التي أعتقد أنها كانت أوضح ما شاهدناه اليوم هنا. فريق جاد للغاية، لم نره منذ فترة طويلة بهذا الشكل في ريال مدريد. لا، في الحقيقة رأيناه الأربعاء الماضي ولم يمر وقت طويل على ذلك. لم يكن الأمر طويلا عليك. أعتقد أن التزام اللاعبين لا يمكن إنكاره، والمجهود الذي بذلوه في ملعب صعب كهذا أمام فياريال، وهو فريق كبير جدا ويقوده مدرب ممتاز. كنا نعلم أن هذه واحدة من أصعب المباريات خارج الديار في الدوري بأكمله. جئنا إلى ملعب صاحب المركز الثالث في الترتيب، ولذلك يجب أن نشيد كثيرا بمجهود اللاعبين وبالالتزام الجماعي. وبالطبع هذا الفوز هو انتصار للمجموعة ككل، للفريق، ونحن سعداء جدا بحصد النقاط الثلاث. مرحبا ألفارو. جويل ديل ريو من صحيفة ماركا. لا أعلم إن كانت هذه النسخة المركزة والمشتعلة من فينيسيوس هي أفضل نسخة ممكنة له، وهل يحتاج إلى شرارة الجماهير ليشتعل بالكامل ويقدم الأداء الذي ظهر به اليوم؟ أعتقد أننا نشاهد، كما كان الحال يوم الأربعاء الماضي، فينيسيوس كبيرا، وعلينا الاستفادة منه. يجب أن نبحث عنه أكبر عدد ممكن من المرات، وأن نخلق له مواقف نحرره فيها ليخوض المواجهات الفردية ويصنع الفارق ويقوم بأعمال رائعة كما فعل طوال المباراة. وكما قلت دائما، بالنسبة لي هو حظ كبير العمل الرائع الذي يقوم به فينيسيوس جونيور، وأنا سعيد جدا بوجوده في الفريق. مرحبا ألفارو. أوليفييه لونزو من صحيفة البايس. بعد هذا الأداء، ماذا يجب على المدرب أن يفعل للحفاظ على هذه النسخة الجادة من الفريق؟ الاستمرار في العمل. قدمنا نسخة جادة جدا وقوية من الفريق بلا شك، لكنني أعتقد أننا ما زلنا نملك هامشا كبيرا للتحسن. أجرينا عددا قليلا جدا من الحصص التدريبية معا، ولم نحصل تقريبا على الوقت الكافي للعمل بشكل كامل. كانت هناك الكثير من التدريبات الاستشفائية، لذلك أعتقد أننا ما زلنا نملك الكثير لنطوره في جميع الجوانب. وانطلاقا من هذه الصلابة الكبيرة والعمل الجماعي الرائع من جميع اللاعبين، أرى أن هذا الفريق قادر على تقديم المزيد، ولا أعتقد إطلاقا أن هذا هو سقفه. مرحبا سيدي المدرب. ألبرتو بيريرون، مباشرة لبرنامج راديو استاديو. لا أعلم إن كان ذلك باختيارك أو بسبب نوعية اللاعبين الذين تملكهم، لكن لدي شعور بأن الفريق بات يخرج للهجمات المرتدة بعدد أكبر من اللاعبين، وريال مدريد كان دائما فريقا قويا جدا في المرتدات، ويبدو أنه استعاد هذه الميزة في اليومين الأخيرين. هل ترى الأمر بهذا الشكل، أم أنك كنت تسعى لاستعادة هذا الأسلوب؟ بالتأكيد، لا يمكنني أن أعمل عكس طبيعة اللاعبين، بل على العكس، يجب أن أحاول استغلالها. لدينا العديد من اللاعبين الذين يجيدون اللعب في المساحات، وهم لاعبون سريعون جدا، وغالبا ما يتخذون قرارات جيدة، وعلينا الاستفادة من ذلك. عندما تتاح لنا الفرصة للجري في المساحات سنفعل ذلك، لأن هذه هي طبيعتنا، ولأنها الطريقة التي نصنع بها الفارق، وأعتقد أنها ستكون إحدى أسلحتنا طوال الموسم. مرحبا يا ألفارو. خافيير من إذاعة كادينا سير. أردت أن أسألك عن الجانب العاطفي. النتائج والأداء مهمان، لكننا شاهدنا احتفالات جماعية كبيرة بعد الأهداف، ولاحظنا دعم الجميع لبراهيم، خاصة بعدما مر به عقب إضاعته الفرصة في نهائي كأس إفريقيا. بالنسبة لي، هذا هو الأساس في أي فريق، أن نكون متحدين. سنمر بمواقف صعبة جدا ومعقدة، ومن خلال الوحدة فقط يمكن تحقيق الأهداف. هذا ما حاولت التأكيد عليه منذ اليوم الأول، خاصة أننا لم نتمكن من العمل كثيرا في الملعب. الأهم بالنسبة لي هو أن يكون اللاعبون متحدين. رأينا ذلك يوم الأربعاء الماضي في احتفال الهدف مع فينيسيوس، ورأيناه اليوم أيضا مع براهيم. وجدت مجموعة رائعة من اللاعبين، شبابا يتمتعون بعقلية سليمة، ويقدر بعضهم بعضا كثيرا، يعملون معا ويساعدون بعضهم البعض. وهذه هي القاعدة الأولى في أي رياضة جماعية، الوحدة بين الزملاء والتضحية. اليوم كان هناك العديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا، لكنهم يتدربون بشكل جيد وينتظرون فرصتهم ويساهمون أيضا، لأن المباريات لا تكسب فقط باللاعبين الذين يشاركون، بل هناك كثيرون يقدمون لنا دعما كبيرا،
ويمنحوننا الكثير، ويجب أن ينسب الفضل إلى جميع اللاعبين. مرحبا ألفارو، مساء الخير. ميغيل أنخيل دياز، مباشرة في برنامج تيمبو دي خويغو على إذاعة كادينا كوبي. اليوم قدم الفريق بدنيا مباراة كبيرة مليئة بالتضامن والجهد. كنت قد قلت بعد المباراة الأولى في الباسيتي إن الفريق بحاجة إلى العمل بدنيا بشكل أكبر، وبعد عدة أيام إضافية من العمل معهم، كيف تراهم الآن؟ هل كان من الضروري رفع الإيقاع أم أنهم كانوا جاهزين من المرحلة السابقة؟ لا، لا، دعني أوضح لك يا ميغيل، فأنا أعلم من أين يأتي سؤالك. أتحدث عن الأيام العشرة التي قضيتها معهم فقط، وكل ما يمكنني قوله هو أنهم يعملون بشكل ممتاز يوما بعد يوم. صحيح أننا خضنا العديد من المباريات، وأن التدريبات كانت في أغلبها للاستشفاء، لكن حتى في الأيام التي تكون بعد 48 ساعة من اللعب، والتي عادة ما نقسم فيها الحصص التدريبية، هناك لاعبون يرغبون في الاستمرار في التدريب والعمل. أنا سعيد جدا برؤية هذه الرغبة في العمل وفي التطور وفي تقديم المزيد كل يوم من جميع اللاعبين. في كرة القدم هناك طريق واحد فقط، وحتى هذا الطريق لا يضمن لك النجاح. نحن سعداء جدا بالنقاط الثلاث، وبالتزام جميع اللاعبين، وبالعقلية الإيجابية التي يظهرونها. شكرا جزيلا. بعد هذا الانتصار الكبير، فوز مهم للغاية لريال مدريد. فيدي، كيف رأيت المباراة؟ الأهم كان تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من هذا الملعب الذي يكون دائما صعبا للغاية أمام خصم كبير. أعتقد أننا قدمنا شوطا أول جيدا جدا، لكن ما كان ينقصنا هو ترجمة الفرص الخطيرة التي صنعناها إلى أهداف أو إنهاء الهجمات بتسديدة على مرماهم، وهذا الأمر أضر بنا أحيانا من الناحية الدفاعية. في الشوط الثاني تحلينا بمزيد من الهدوء، وكان المدرب قد طلب منا تحريك الكرة بشكل أسرع، وأعتقد أننا نفذنا ذلك جيدا. بعد ذلك اضطر الفريق المنافس إلى البحث عن التعادل، ومع وجود المساحات نكون دائما أفضل ونقدم أداء أقوى. في النهاية حققنا النقاط الثلاث، وهذا هو الأهم. فيدي، في آخر 3 مباريات حققتم 3 انتصارات، سجلتم 10 أهداف وتلقيتم هدفا واحدا فقط. ما الذي تبرزه من هذا التطور الذي يعيشه ويستمتع به ريال مدريد؟ أعتقد أننا نشعر بالراحة سواء عندما نمتلك الكرة أو عندما لا نمتلكها. نتحرك بسهولة ونجد مساحات كبيرة. الأهم من كل ذلك هو أنه عندما لا تكون الكرة بحوزتنا، يكون جميع اللاعبين ال11 مستعدين لمساعدة بعضهم البعض للجري من أجل الفريق، وهذا ينعكس إيجابا أيضا على الجانب الهجومي، حيث نشعر براحة أكبر ومساحات أوسع، وعلينا مواصلة تحسين هذه الأمور لأنها ستجعلنا فريقا عظيما. هذا التضامن الذي تحدثت عنه ظهر اليوم أيضا على المستوى الدفاعي، حيث لم يتلقى ريال مدريد تقريبا أي فرصة من أحد أقوى الفرق هجوميا في الدوري مثل فياريال. شباك نظيفة جديدة. ما قيمة هذا الالتزام والحفاظ على نظافة الشباك دون تلقي خطورة تذكر؟ دائما أقول إن وجود تيبو في المرمى يجعل الأمور أسهل بكثير، يمنحك الطمأنينة والهدوء، وحتى عندما تصل بعض الكرات نعلم أنه موجود وسيتصدى لها. نحن كلاعبين نحاول أن نقلل من وصول الخصم إلى مرمانا قدر الإمكان، وعندما نعمل جيدا دفاعيا يكون ذلك بفضل المهاجمين أيضا، الذين يبذلون جهدا إضافيا ما يسمح لنا بالجري أقل واستعادة الكرة في مناطق متقدمة. لذلك فهذا مجهود جماعي، ويعود الفضل فيه كثيرا للمهاجمين الذين يساعدون في الدفاع. وعندما ترفع رأسك وترى أمامك مبابي وفينيسيوس اللذين صنعا الهدف الأول وسجل مبابي الهدف الثاني، ماذا يخطر ببالك عندما تراهم في الأمام؟ الطمأنينة. نعلم أن أي كرة تصل إليهم مع وجود المساحة وأمام مرمى الخصم يمكن أن تشكل خطورة كبيرة وتخلق فرصا للتسجيل، لكنني أحب أيضا أن أبرز عملهم الدفاعي وكيف ساعدوا اليوم في الضغط والدفاع إلى جانب فرانكو وبراهيم وغونزالو وكل من شارك. قدموا جميعا جهدا كبيرا دفاعيا واستمتعوا كثيرا في الجانب الهجومي. فيدي، ريال مدريد ينام اليوم متصدرا للدوري الإسباني، ويوم الأربعاء لديكم مباراة مهمة جدا في لشبونة أمام بنفيكا ضمن أحد أهدافكم في هذه المرحلة من الموسم، وهو إنهاء دور المجموعات ضمن الثمانية الأوائل في دوري الأبطال. هذا الأمر يمنحنا دافعا كبيرا ويرفع معنوياتنا كثيرا. هذه الانتصارات تقوي الفريق على مستوى المجموعة وتمنحنا طاقة إيجابية كنا نفتقدها أحيانا عندما لم نكن نحقق النتائج. الآن الأمور تسير بشكل جيد، وعلينا التحلي بالهدوء، الذهاب إلى البرتغال من أجل الفوز والدخول ضمن الثمانية الأوائل لنحصل على بعض الراحة.
لا تنسوا وضع إعجاب للفيديو والاشتراك ليصلكم كل جديد.